اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديلي سبورتس. طبعا زي ما عودنا حضراتكم ونزلنا في الشورتس ان احنا ان شاء الله عندنا كذا حلقه قويه جدا الفتره الجايه عن الميركاتو والانديه المصريه بشكل عام، وهنتكلم عن النهارده ان شاء الله باذن الله عن 3 انديه مهمه جدا يهموا الجماهير المصريه، هم نادي الاسماعيلي سامبا برازيليه ونادي الاتحاد السكندري سيدي البلد والمصري بورسعيد. هنتكلم ان شاء الله النهارده بشكل سريع جدا عن صفقات ال3 انديه دول وازاي هيفيدوا النادي الاسماعيلي والمصري البورسعيدي في الموسم واستكمال النقاط الصيفيه، وان شاء الله هنتكلم عنهم بشكل سريع جدا بحيث يكونوا جماهير المصري والاسماعيلي والاتحاد عندهم علم بالميركاتو الشتوي اللي عملته الانديه. يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده هنبدا مع حضرتك طبعا بنادي الاسماعيلي السامبا البرازيليه، ويعني نقدر نقول الصفقات اللي جابتها النادي الاسماعيلي الاداره اللجنه بصراحه ان الناس الله يكون في عونهم بامانه ان هم قدروا يلحقوا كام صفقه دول وقدروا ينجزوهم يعني في الوقت القليل اللي قدروا يجوا فيه، ان طبعا نادي الاسماعيلي زي ما حضراتكم عارفين استقال نظرا للمشاكل الموجوده، وبالتالي الاسماعيلي كان محطوط في مأزق كبير جدا وهو ان هو كان لازم يعمل صفقات باي شكل ايا كانت الظروف بحيث تنجز الفريق. فخلينا نبدا مع حضرتك كده. اول حاجه النادي الاسماعيلي بدا بسيرجي اكا قادما من نادي اللي هو كان في الجونه والترا سبورت، ولكن هو انتقال حر، وتعاقده مع محمد دبش لاعب الوسط اللي هو من نادي المصري، وطبعا والتر بواليا زي ما حضراتكم عارفين والتر بواليا من القادسيه السعودي كان برضه انتقال حر، كان يلعب في النادي الاهلي والجونه مهاجم. واخيرا كريم الديب قادم من الاتحاد السكندري، وكان في كلام على اسلام جابر ولكن الصفقه في اخر الوقت باظت، ونقدر يعني بسبب الظروف الماديه او الاختلاف على المقابل المادي بشكل كبير جدا، ولكن لحد ما الاربع صفقات دول الاسماعيلي كويسين جدا، مستواهم معقول، لحد ما برضه مش هم افضل حاجه ولكن مستواهم كويس، هيقدروا ينجدوا الاسماعيلي حتى الى الانتقالات الشتويه الصيفيه ان شاء الله الفتره الجايه. ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي والصفقات التي ابرمها في الانتقالات الشتويه. خلينا ننتقل بقى مع حضراتكم عن صفقات النادي المصري البورسعيدي. نادي المصري البورسعيدي عمل عدد من الصفقات كبيره جدا لكن معظمها من القسم الثاني من نادي الفيوم ونادي نقدر نقول بروكسي، بعض الانديه اللي هي مش في القسم الثاني ولكن لحد ما صفقات متوسطه يعني نقول القوه وكويسه لحد ما هتقدر تفيد النادي المصري بشكل كبير جدا. بدايه كده النادي المصري تعاقد مع محمد الفيومي اللاعب صانع اللعب من نادي الفيوم، وتعاقد مع رجب عمران من سيراميكا كليوباترا، تعاقد مع شريف دايو من سيراميكا كليوباترا، تعاقد مع عبده يحيى من غزل المحله ومحمد عزام ايضا من غزل المحله، وتعاقد مع السيد كمال سعيد من الفيوم، وتعاقد مع حسام جريشه من بروكسي، وتعاقد مع احمد عماد برضو من بروكسي وزياد كمال من انبي. كلها صفقات بتمحور في وسط الملعب ومركز صناعه اللعب والاجنحه، الاجزاء النادي المصري محتاجها في الميركاتو من الموسم اللي فات بصراحه، وفيها فراغ كبير جدا. فهنشوف الصفقات دي الفتره الجايه هل النادي المصري يقدر يستفيد بيها ولا لا، وان شاء الله انا يعني الى حد ما متفائل بيها، انها خصوصا بين عبده يحيى ومحمد عزام انا شفتهم بعناية في الدوري الممتاز طبعا مع غزل المحله، وصفقات سيراميكا الى حد ما رجب عمران وشريف دايو الى حد ما كويسين، ولكن هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل مع النادي المصري البورسعيدي هل فعلا صفقاتها كلها تاثير ايجابي ولا سلبي، ولكن احنا عرضنا لحضراتكم الصفقات وان شاء الله اتمنى ليها التوفيق بشكل كامل ان شاء الله الفتره الجايه. نخش بقى على صفقات نادي الاتحاد اللي هي مش كتير اصلا، هم عباره عن صفقتين، وهم محمد محمود من النادي الاهلي قادما على الاعاره، وطبعا عمار حمدي من النادي الاهلي. فطبعا معروف محمود بيلعب كديفندر وعمار حمدي بيلعب كمان وسط الملعب المهاجم اللي هو بيقوم بدور صناعه اللعب. وبكده نكون احنا عرضنا مع حضراتكم صفقات نادي الاسماعيلي والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري سيدي البلد، فحبينا نكون مع حضراتكم في الصوره والمشهد عن الميركاتو الشتوي للانديه الشعبيه والجماهيريه المصري والاسماعيلي والاتحاد، وهنتكلم معانا بشكل مفصل بشكل كامل. فاحنا كده خلصنا نتكلم عن صفقات النادي المصري والاسماعيلي والاتحاد. ان شاء الله ننظر الفيديو الجاي ان شاء الله قادم عن نادي الزمالك والاهلي صفقات شتويه، واخيرا بقى هعمل فيديو كامل عن صفقات الدوري الممتاز لجميع انديه الدوري الممتاز بشكل كامل بعد طبعا غلق باب الانتقالات الشتويه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو حضرتك وصلت الحلقه معانا ولغايه هنا تبقى انت متابع 100 100. لو عجبتك الحلقه مش دعوه باللايك سبسكرايب للقناه، ويفعل طبعا ويعلي لينك القناه ويفعلها، وبيساعدنا في انتشار القناه بشكل كبير. وعجبك الفيديو اشتركوا لايك سبسكرايب للقناه زي ما قلت لكم، ودعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله وجديليو سبورتس ومحمد جد الله على الفيسبوك، واكونت 99 جديليو 99 وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. كان محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.